السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الماتش على المغرب أذن اهو خلاص. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وفيديو النهارده فيديو اللي عملنا سمك النهارده في فطارنا، وان شاء الله كده ايه رمضان يجي عليكم الخير واليمن والبركات، يكون كل بيت ان شاء الله عملان بالخير. معانا سمك ايه بولتي، نضفناه وظبطناه. ويلا نبدأ الفيديو. صلوا على النبي، لايك واعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان توصلك كل فيديو جديد انا بعمله. متوسط مش كبير قوي. ماشي، ونصلي على سيدنا محمد كده. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ دوسوا لايك كتير واعملوا اشتراك عشان خاطر الجديد انا بعمله على الفيسبوك، اعملوا متابعة. ونصلي على سيدنا محمد كده ونبدأ الفيديو. وكده هنمسك مع بعض ايه السمك وننضفه كويس جدا. انا بحب انضف الحاجه في البيت واحب اظبط حاجتي في بيتي، ما بعتمدش على تنظيف الراجل. حتى لما بجيبه بدك من عند الراجل متنضف بعيد عليه تنظيف تاني. بس انا احب اعمل حاجتي كلها في البيت، ما بحبش اعمل حاجه عند الراجل بره. انا ده حاجه الراجل بدك بيجيب لي السمك وبدك لازم انضفه تاني واعيد عليه تاني. ماشي، ونقطع كده السمك وننضفه مع بعضينا كده. طبعا مش هعمل معاكم الكميه الكبيره دي كلها، هعمل بس ايه اوريكم بس انا بنضفه ازاي. ونصلي كده على سيدنا. نقصقص كده ايه الريش بتاعه. معرفش المقص ده لسه جايباه جديد وناشف وجعلي دراعي ورميته على جنب كده، ايه قرفني في حياتي. رحت ايه مسكت سكينه قلت ايه انضف بيها القشر بتاع السمك. نسمي بسم الله كده ونطلع كده ايه المصارين وننضف كويس. واللي بيتقرف ان هو يعمل حاجته في بيته دوت بقى ايه، دي حاجه حريه شخصيه ليه هو. لكن انا مامي ما اتقرف من حاجه واعمل السمك بتاعي ونضفه احسن تنظيف. فكده كده بنضفه تاني بعد ما اجيبه من عند الراجل. بلاقي برضك في سلسله الدم الظهر دي بلاقي فيها دم، ولا في الجيوب اللي هي من الجناب دي الاقي فيها حتت سودا. افضل اعيد تنظيف تاني واغسل تاني يبقى بالمره. ولو بدك بنضف عند الراجل دي حريه شخصيه برضك ليه. لما يكون مثلا عندك عزومه كبيره ولا عندك عزومه ولا حاجه وعايزه تجيبي سمك كميه كبيره، ماشي نعمله عند الراجل وننضفه ونعيد عليه ايه حاجات بسيطه. نقطع كده ونقصقص كده الجناحات والريش بتاعها والريش ايه بقول لكم الريش. نقصقص كده ايه اللي هي الخياشيم بتاعتها والزعانف بتاعت الجناب دي بتاعتها ديت. وهي سمكه متوسطه يعني حلوه، يعني مش سمكه صغيره قوي ولا كبيره قوي. انا بحب السمكه الوسط، يعني ما بحبش الحاجه الكبيره. ما كانش غالي يعني، كان عامل السمك 35 جنيه. الكشاف اتطفى مني معلش بقى ايه، اعذروني هشغله تاني بس اما انضف ايدي الاول. ماشي، هنصلي على سيدنا محمد يا جماعه كده ايه ونصلي على النبي. نذكر ربنا كده ايه وانتوا قاعدين كده ايه ناخدوا ايه حسنات برضك مع بعض. إيه النقل ده انت خلي بالك برضك الحوض ايه عمال يسد معايا وانا سرحانه، يعني هنبوظ الدنيا مع بعض. واحده واحده كده ايه ننضف كده واحده واحده. اهم حاجه الدم اللي في الجناب دوت وفي الخياشيم تكوني منضفاه جدا عشان ما يبقاش معاكي في حاجه فيها دم. حتى لو في الصفه بعد كده ونزل دم بدك ايه مش مشكله. ده انا كان عندي ايه الاولاد مش عايزين ياكلوا مقلي، كانوا عايزين ياكلوا انا عامله لهم صينيه. فتحت بقى ايه جبت كل واحد بقى النايبه اللي هو هياكل اللي هياكله. قلت ايه مش عايزين المقلي، قلت اعمل لكم صينيه. قلت الله اعمل لكم سنجاري وافتحوا لكم كده نصين. هي السمكه محمله يعني ايه شويه ما شاء الله عليها، اللهم بارك يعني. وايه و يعني تتحمل يعني انت تفتحيها وتحطيها ايه تفرديها على هما نفسهم في حاجه انا ايه لازم طبعا البي ايه الحاجات اللي هما عايزينها. نقصص كده من عند سلسله الظهر كاني بقص عارفين اللي هي الشوك اللي هو ماسك في السلسله دي. انا بقصقصه بفرده كده بالسكينه عشان يفرد معايا ويفتح. مش صعبه خالص بس ايه خلي بالك عشان السكينه ما تكونش حاميه ايديك وتعوري نفسك. ووسع كده ايه من اللحم والشوك اللي هي ما بين بعضيه. ونفتح كده بالراحه. وادي تاني واحده. كان عندي الاولاد ما كانش عايزين ياكلوا هما المقلي. انا بحب المقلي جدا، ماليش في السمك البلطي بالذات. ماليش ايه
في ان هو مثلا يبقى زيت وليمون وكده، انا مبحبش كده. لازم احبه ايه مقرمش كده ومتحمر وفي الزيت كده ويبقى جميل. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. وايه تاني يا رب؟ ملحوه بقى. فتحناه كده الاربع سمكات دول كده هنملحهم. ماشي. هننضف كده ونحط ملح بقى فيهم، وجبت شويه بطاطس كده قلت ايه اقشرهم عبال بس السمك يتملح. وهندقدق وادك شويه توم، وهنحشي بيها السمك اللي اتبقى مننا التاني، يعني اللي هو اللي كنا سايبينه من غير ما يتفتح دوت. وهنحط كده مع بعض فلفل حاد بقى حسب ما انت بتحبيه. ده حميانه وسط يعني ايه، بارد بس ايه في لسعة بسيطة كده. نقطع بقى البطاطس ونغسلهم ونشوفهم مع بعض. انا قلت بجرب الزيت كده ايه سخن ولا لأ. نحمر بس الاول ايه الفلفل كده ياخد بس ايه الزيت، احب ياخد طعم الفلفل كده. سلام بقى لو جنبه شوية مسقعة، ما ايه مية مية. حمر شوية فلفل حلوين كده، حطهم على النار ياخدوا بقى التشميعة الحلوة دي. ونطلع بقى من الزيت كده، ويكون طبعا الزيت خد طعم الفلفل، بحيث اما انزل فيه بطاطس او انزل فيه سمك يبقى ايه زيت متطعم وفيه طعم كده. انا احب انزل فيه في الاول، في اي حاجه انزل فيه في الاول. محبش انزل الفلفل او محبش اصلا الفلفل خالص ما يعملهوش، يعني دي حاجه ايه اختياري ليك انت. بس سمك لازم معاه فلفل او مسقعه، وجنبه طبعا شويه رز او اي حاجه ايه انت تحبيها تعمليها. نحط بقى بطاطس كده ايه مع بعضينا كده، نخليهم يتقلوا مع بعض. طبعا مسرعه معاكم الفيديو عشان وقتكم ما تزهقوش من فيديو معايا. نسيبها بقى ايه تتشوح بقى على قد مهلها وعلى على النار. انا كنت موطيها عشان كنت بجرب الزيت، قلت عشان ما تفرقعش في وشي كده. نخلي البطاطس كده تتحمر وتتقلى كده مع نفسها، تاخد بقى التحميره الجميله بتاعتنا. عقبال ما نظبط بقى ايه الحاجه اللي احنا وهنعمل ايه تاني معانا. هنشوف مع بعض هنعمل ايه تاني. انا هحضر بتنجان ونعمل شويه بتنجان مقليين كده على النوج. وهنخش مع بعض بقى ايه على السمك اللي احنا فتحناه ده. عملنا له شويه تحبيش كده ايه حلوه، طماطم على فلفل على بصل على بقدونس على شبت على كزبره. حبه تحابيش كده ايه تحبش معانا ايه الصينيه اللي هنعملها. وده بتنجانيه دي انا هقطعها هنعملها مقليه. ماشي. وادي شايفين التحابيش اللي انا عملتها دول، هفرشهم بقى ايه على نمسك بقى كل سمكية كده ايه نحطها في الصينية مع بعض. وحطينا ايه شطة والكمون والملح بقى ايه هنرش عليهم شوية ملح كمون وشطة ونقلبهم مع بعض كويس جدا. هنمسك بقى بتنجانية دي لحد ما ايه التتبيلة تتشرب من بعضها شوية كده ايه مع بعض في الطماطم وتدوب. ما انا حبة كده 5 كده يعني اول ما اخلص البتنجان ده. واقطع البتنجان ده كده شرايح، نقطع كده نقطع ونحطهم كده ايه على جنب لحد ما ابص على البطاطس معانا. وانا هنزل بقى ايه على الصينيه دي اقطع عليها شرايح طماطم عشان تبقى ساندة معايا السمكية من تحت، السمكية ما تلزقش مني عشان ما عنديش ورق فويل. ماشي. افرشها بس كده فرشة كويسة. احط بقى ايه الخضرة من تحت كده تاخد معاها تطعيمة بردك حلوة. نحط بقى لو ظهرها كده ايه ظهرها. هم 4 سمكات اللي هعملهم ايه زي السنجاري كده بس بزيت وليمون بردك وتحبيشة حلوة كده ايه تطعم معاك لحم ايه السمكة. ماشي. شايفينها جميلة ما شاء الله. وسلمى بتعمل معايا ويوسف بيحط معايا بيضك، وإن ايه ماما اساعد معاكي كده واحط معاكي. سبته هو يتعامل مع وانا شغالة ايه في حاجة تانية. ماشي كده خلصنا الصينية دي جميلة ما شاء الله وخدت معايا ال4 سمكات مرتاحين. وحطيت على وشهم من فوق ومن تحت ايه الخضرة دي عشان تطعم معانا السمكة. وهم عايزينها كده مش عايزينها بزيت وليمون بس، هم عايزينها بالتحابيش دي، مش عايزينها بزيت وليمون وخلاص على كده.
يلا يا جماعه دوسوا بقى لايك بقى على الصينيه الحلوه دي، ومعانا شويه جرجير حلوين كده طازه، وبتنجانه دي هنشقها نصين عشان خاطر ايه نشويها على النار ونحطها كده على الشوايه كده تتشوي براحتها لحد ما نقلي في السمك. طبعا الطاسه اللي ورا دي طبعا قلت لكم عليها كذا مره، انا بخليها بس ايه تساعد معايا وتسد معايا في القلي، مش مخليها معايا اساسي، يعني اكون مثلا ايه بعمل حاجات كتير موجوده بس سنداني يعني، وقت مثلا لما اكون متكعبله بطلعها وتسند معايا في اي حاجه. ماشي، يعني ايه ما يعني ما بنقفش على حاجه، يعني اي حاجه تنجزنا وتساعد يعني. وانا لقيت نفسي هاخد وقت طويل لو انا قليت البتنجان وقليت البطاطس كله بقى ايه ورا بعضه في طاسه واحده. انا طبعا عندي طاسه تيفال بس ما بحبش اقلي فيها ايه كتير عشان ما بوظهاش بالمعلقه. ماشي، لما صلى على سيدنا محمد. هنسيب بقى السمك يتقلب بقى ويتقلى بقى من جنبين بقى مع نفسه كده، واقلب فيه ايه بس مش ياما تقليب في السمك، مش ياما، او بس ما يتشمع معاكي ويحمر كده كويس يبقى معاكي مقرمش، ما تخلوش ايه طري، يعني ما يخلوش الجلد بتاعه طري. نسيبها كده تتحمر بقى ايه وتتشمع معانا تبقى سمكه مقرمشه كده ايه، وطبعا مملحينها ومتبلينها. بس انا ما قدرتش اشق السمك عشان ايه ما تفتحش مني واللحم ينشف معايا من الجنين. خليها زي ما هي كده لحد اما تحمر مع نفسها خالص. هنروح بقى نبص بقى ايه قبل ما السمك يستوى مع نفسه كده. بتنجانية اللي معايا استوت، وقلت بقى ايه افرغها وننضفها تنظيفة كويسة كده، ونطلع كل البتنجان المستوي جواها. لازم تشقيها نصين عشان ما تفرقعش منك زي ما انتم شايفين كده. انت كده بالمعلقة والشوكة بس مخليكش عشان هي سخنة بتطلع صهد جامد. صهدها دوت ايه وحش، يعني لازم تبقى خلي بالك. شايفين كده، نخلي البتنجانية كلها مفيهاش اي قلب خالص بتاع البتنجان كله نحطه على جنب. طبعا حاطه طبق تاني عشان بنزل فيه معاكم في الكاميرا. انا بس هرمي القشر ونحط مع بعض المكونات بتاعه البتنجان اللي هي البابا غنوج ده. هنشوف عملنا ايه مع بعض نحطها. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنعمل كده ايه تاني، نجيب الطبق اللي احنا حطينا فيه بتنجان، قرب بس الكاميرا كده عليه، نحط حته تومه، حبه طحينه، نص ليمونه. لازم الليمون مع البتنجان عشان يثبت معاك الحديد. نص ليمونه كده نعصرها كويس جدا، نقلب فيها كويس، وشويه خل. نبص بقى ايه على السمك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. حاجه ايه تبقى معموله. عندك عزومه، عندك حد جايلك، عندك سمك عايز تعمليه لاولادك باحسن طريقه دوت، يعني الطريقتين دول جمال جدا. يعني ايه كذا وصفتين من 2 كيلو سمك، يعني مش كتير. وصفتين من 2 كيلو سمك عملت وصفتين. هما كده ايه عشان نعمل بقى شوية دقة للبتنجان. ماشي، ونحط بقى ايه الحاجة بقى ايه على الليمونة كده، نص ليمونة نعصرها كويس على التومة دي. التومة دي عاملاها اللي هي ايه، عملت حبة توم حلوين يعني اتبقى منه، وخدت كل حاجة من تومة السمك دي. خدت حبة للسمك وحبة حبة لبابا غنوج وحبة للدقة بتاعت اللي هي البتنجان المقلي. ماشي، نحط بقى ايه شوية ليمون وخل والتومة دي. شايفين كده حبة الدقة دول هنسقسق بيهم. خلاص انا خلصت البطاطس وقليتها، عملت الكمية اللي انا عملتها دي الحمد لله كده طلعت كمية كويسة. عملت بتاع كيلو نص كيلو بطاطس يعني مش. وايه هنحط بقى ايه نسقي بقى الدقة دي، هنسقي بقى الدقة دي بقى ايه على
على البتنجان كده يتشرب معاكي وهو سخن. وحبتك الفلفل كده طبعا هننزل على بدك شوية الدقة دي كده زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. حطوا بقى لايك بقى للفيديو ان شاء الله يبقى ايه فتحة خير علينا يعني. وانا عامله القناه دي هوايه، يعني عاملاها هوايه ان انا بحب اعمل ايه اكلات، وبحب اعمل وصفات، وبحب اعمل حاجات، وبحب اشوف، وبحب اتعلم، وبحب ان انا اجرب واشوف واعمل. احب اعمل الحاجات دي يعني ايه. قلت ليه انا ما اعملش مثلا ليا حاجه انا بحبها واشتغل فيها لوحدي مع حالي كده على الرايق كده ايه بكون فاضيه. يعني دي انا قلت يعني ايه كاخدها كهوايه. يعني انا بحب اعمل اكل، واحب اعمل وصفات، واحب اطبخ، واحب مثلا اقف في المطبخ، واحب اتفرج على حاجات جديده واعمل حاجات جديده. ودي صينيه السمك اللي هي بالخلطه زي السنجاري كده، سمك البلطي المفتوح. بس نشوف كده سمكته كده استوت معانا ولا لسه. السمكة ما شاء الله بص لحمها ابيض جميل وطازه. واحنا اصلا جايبين السمك ده صابح وايه كان صاحي جميل ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. جميل جميل جميل. كده خلصنا السمك المقلي وكده حطينا عليه بقى فلفل حلوين كده يطعموا معانا بقى السمك ده. بسم الله ما شاء الله. وحاجة جميلة بسم الله ما شاء الله. عندك عزومة، عندك اي حاجة، قرايب الجم، عايز تعملي اي حاجة تبقى تشرفك كده تعملي حاجة كويسة زي دي. شوية سمك 2 كيلو عملنا بيهم صنفين، وعملنا جنبهم شوية السلطة وشوية البتنجان وشوية بطاطس. وما شاء الله يفتحوا النفس وحاجة صحيح